في لحظة في حياة كل واحد فينا بيحس فيها إنه بيقول كلام كتير ووعود كتير، لكن في الآخر ما بيحصلش حاجة. بتقول لنفسك من بكرة هبدأ، المرة الجاية هخلص المشروع ده، هلتزم بالرياضة، وبعدين الأيام بتعدي والوعد ده بيتنسي وكأنه ما اتقالش أصلا. المشكلة مش في الهدف، المشكلة في حاجة أعمق من كده بكتير. احنا مش بس بنحقق أهداف لما بنلتزم بيها، احنا بنبني حاجة اسمها الكينونة بتاعتنا. الكينونة يعني مين احنا فعلا، مش اللي بنقوله عن نفسنا لكن اللي بنعمله فعلا. كل مرة بتوعد نفسك بحاجة وتنفذها، انت بتقول لنفسك رسالة واحدة: أنا إنسان يوثق فيه. وكل مرة بتوعد وما يتنفسش، انت كمان بتبعت رسالة بس عكسية: ان كلامي ملوش قيمة حتى قدام نفسي. ودي اخطر حاجة ممكن تحصلك، مش انك تخيب امل حد تاني، انك تخيب امل نفسك وتفقد ثقتك في وعودك ليك. ليه الكينونة اهم من الهدف نفسه؟ ممكن تحقق هدف معين وانت مش مقتنع بيه، او حد تاني فرضه عليك وده مش هيبني فيك حاجة. لكن لما بتحدد هدف بنفسك وتلتزم بيه وتخلص فيه، مش بس بتوصل للهدف، انت بتتغير انت شخصيا، بتبقى نسخة تانية من نفسك أقوى وأثبت. يعني الهدف ده وسيلة، والغاية الحقيقية هي مين هتبقى بعد ما تحققه. عشان كده لما تشوف ناس بتحقق حاجات كتير في حياتها، مش لأنهم أذكى منك أو عندهم فرص أكتر، لأ، لأنهم اتعودوا يوفوا بوعودهم لنفسهم حتى في أصغر التفاصيل. إزاي تبني كينونتك فعلياً؟ 1. اوعد وعود صغيرة وحققها. ما تبدأش بأهداف ضخمة تفشل فيها من أول أسبوع. ابدأ بحاجة بسيطة جدا تقدر تلتزم بيها يوميا وحققها فعلا. المهم مش حجم الوعد، المهم إنك تنفذه. الخطوة التانية، خليك صريح مع نفسك. ما توعدش نفسك بحاجة انت مش ناوي فعلا تعملها. الوعد اللي بتقوله وانت في قراره نفسك عارف انك مش هتلتزم بيه بيهدم فيك اكتر ما بيبني. 3. الإخلاص في التنفيذ مش في الإعلان. مش المهم تقول لكل الناس إنك هتعمل كذا، المهم إنك تنفذ حتى لو محدش شاف. الكينونة بتتبني في السر قبل ما تظهر في العلن. الخطوة الرابعة، راجع نفسك باستمرار. كل فترة اسأل نفسك: أنا فعلا بقيت الشخص اللي وعدت نفسي إني أبقاه ولا لأ؟ والمراجعة دي بتخليك واعي وبتمنعك إنك تنسى الطريق. وفي النهاية، لما تبني كينونتك انت مش بس بتحقق أهداف، انت بتبني إنسان تقدر تعتمد عليه، وهو انت. وده أكبر راس مال ممكن تملكها في حياتك. فابدأ النهاردة بوعد واحد بسيط ونفذه، وده أول خطوة في طريق بناء نفسك من جديد.